اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم متابعيني. اليوم راح أسوي طجن اللوبيا الخضراء. عندي كيلوين لوبيا خضراء وراح أشوفكم الطريقة. بعد ما غسلت اللوبيا ونظفتها هسه راح أثرمها ثرم ناعم. قد الثرم يكون ناعم يصير أطيب. ما أعرف ليش، لأن أنا كنت جرب ثرم الناعم يصير أطيب. هسه خليت الماي على النار، غلى الماي وضفت له اللوبيا. هسه راح اتركه على النار الا ما تستوي. متابعيني، سلقت اللوبيا، واللوبيا ما لها وقت تنسلق، شوكت ما تنسلق نطفي عليها وابدي اكمل. بعد ما طفيت النار هسه راح اصفيها. هسه عندي بصل اثرمه ناعم بهالشكل هذا. ايش قد تخلون بصل يصير اطيب، يصير طيبه اللوبيا. فاني عندي 5 بصلات وسط، عاد اثرمهم بهالشكل هذا بهالنعومه هاي. مقدار من الزيت، راح اضيف البصل. اقلب البصل واتركه على نار هاديه الا ما يدبل البصل. بعد ما صفيت اللوبيا من الماء هسه راح اعصرها بيدي. راح تقولون ليش تعصريها، راح تروح الفايدة منها. لا، أنا أحب هاي الطريقة. تطلع اللوبيا هيجي ناشفة مقرمشة، ولهذا أنا أعصرها من الماي. شوفوا البصل شلون صار ذبل، واريد البصل لم يتقرمش. فهسه راح اضيف اللوبيا. راح اضيف الملح، ما اضيف بس الملح والفلفل الاسود. واقلب واتركه تقريبا 10 دقائق ربع ساعة واطفي. كملت وراح انزل اللوبيا من على النار وهذا شكله. كملت اللوبيا وينعصر عليها نومي حامض. وهاي الفليفله هم كابستها اني ما شوفتكم اياها، ما صورتها، وهذا عشان هذا اليوم. متابعيني، عاد اسوي الشيرة عندي قلاصين سكر، قلاص ماي خليتهم على النار، وياها اقل من ربع معلقة شاي ليمون دوزي او ملح الليمون. وهسه راح اسوي البقلاوة. عندي ربع كيلو جوز، راح اضيف لهم معلقتين سكر. هاي معلقتين سكر. راح اضيف الهيل. على ربع كيلو جوز اضفت ملعقتين سكر وملعقة صغيرة شاي هيل. خلطتهم بهالشكل هذا وراح اكمل البقلاوة. متابعيني، عجينة البقلاوة وحضرت الجوز والزبدة والبايركس. تريدوه بصينية الفرن عادي، فأنا اليوم راح اسويه بالبايركس. بداية ادهن الاسفل بالزبدة، كل طبقتين ارجع ادهنها بالزبدة.
كملت العجين الطبقة الأولى تقريبا فوق 20 طبقة صارت أو أكثر. وسعته، عاد أضيف الجوز، ضفت الجوز وهسه عاد أفرشه بهالشكل هذا، أساويه كله، يكون يفرش الجوز ويساوى. كملت الجوز وراح أكمل بقية العجين. راح أسويها طبقات، بين الطبقات أدهنها بالزبدة. كملت فرش العجين وهسه راح أقطع البقلاوة. يعني أحب تكون القطعة صغيرة، ما أريد القطعة كبيرة، بس قلت تكون القطعة صغيرة تكون أحلى. متابعيني كملت الصينية وهسه راح أدخلها الفرن. طلعت البقلاوة من الفرن وهسه راح أضيف للشيرة. زينت البقلاوة بالجوز وهذا منظرها الأخير.